السلام عليكم على شوكولاتاتي الحلوين اللي منورين وعند عائلة سيد وهبة مشرفين. تعالوا بقى كده النهارده. طبعا انا كنت قايله لكم الفيديو اللي فات اني جالي اوردر، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون هصور لكم الاوردر وازاي عملناه. معانا هنا كده زي ما انتم شايفين هنعمل جاتو. ده اوردر جاتو. انا هنا كنت بوريكم بس السبونج. شايفين ما شاء الله عليه السبونج عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف احنا ازاي عملنا السبونج ده، وازاي تطلعي الحاجة بالمنظر اللي ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بالشكل ده. طبعا انتوا شايفين قد ايه الكيك وانا بشيل الحاجة طري جدا وهش. هوريكي ازاي تعمليه بالتفصيل، وان شاء الله يطلع معاكي ناجح. ولو اول مرة تشوفوني فاهلا وسهلا بيكي او بيك. فتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا ونبدأ الفيديو بتاعنا ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انا هنا كده بقى بدأت ان انا انزل اروح المحل بتاع مستلزمات الحلويات. ده فيه كل حاجات الحلويات يا جماعه اللي انا بجيبها. المحل ده يمكن مفيش حد يعرف المعلومه دي. انا كنت شغاله فيه من سنه تقريبا. حاليا بس ماسكه الصفحه بتاعته. فنزلت كده اجيب الطلبات بتاعتي، فعرض عليا صاحب المحل قال لي طب يا ممازن ليه تعمليه عندك في البيت؟ هنا الفرن اوسع واكبر. تعالي طالما كده كده اوردر فرح يعني هتحتاجي تعملي كميه، فتعالي هنا اعمليه في المحل. فقلت له تمام. زي ما انتم شايفين كده كان مازن ابني حبيبي كان معايا، انا كنت بوريه لكم وهو بيعمل معايا السبونج بنفسه. دخلنا كده بدأنا، ومقاديرنا هي هتكون كيلو ونص من البيض و350 جرام من السكر. والسبونج ده عملناه بدقيق عادي مش دقيق سبونج، تمام. و100 جرام من محسن الكيك، وده لازم ضروري ما ينفعش من غير. وكيس من البيكنج باودر، والفانيليا 5 وحدات من الفانيليا اللي هو الباكت. طبعا لو عندك فانيليا سايله هيكون افضل طبعا واحسن. وكوباية كبيرة من المية. طيب هنعمله ازاي؟ هنحط البيض مع السكر الاول ونضربه كويس جدا مع بعض لحد ما يرتفع شوية، وبعد كده هننزل بيه بالدقيق على جزئين، ببقى اسمها نصين، وطبعا ببقى حاطه عليه البيكنج باودر والمحسن الكيك. وبعد كده بنزل بكوبايه الميه، وكده تكون معانا الاسبونج بتاعنا جاهز. بيعمل لي قلبين كبار زي اللي انتوا شايفينهم دول. انا عملت مقدارين من المقادير اللي انا قلت لكم عليها دول، وعملوا لي 4 قوالب من الكيك اللي انتوا شايفينهم دول، 2 فانيليا و2 شوكولاته. والمفروض ان دول يطلعوا لي تقريبا من 120 ل 130 قطعه جاتوه، بس انا عشان كنت عامله قطعه كبيره وده هتشوفوه في اخر الفيديو، فطلعوا لي بالظبط 90 قطعه جاتوه. وما شاء الله 90 كبار، يعني هتشوفوا حجمهم. نعمل بقى الكريم شانتيه. وانا كنت جايبه نص كيلو كريم شانتيه متحده، ده افضل نوع من الكريم شانتيه. ومعايا هنا هعمل في الاول بس ربع كيلو الاول. هجلس الاول قليبين، وبعد كده ابقى اعمل الشوكولاته. معايا كده انا بوريكم ان الميه ميه متلجه، فيها تلج. حطيت كده السكر حسب الرغبة طبعا، وحطيت كوباية كبيرة من المية وعليهم الربع كيلو من الكريم شانتيه. هفضل اضرب فيهم يعني مدة ربع ساعة تقريبا او اكتر لحد ما يتضاعف معايا كمية. ممكن الطبق مش واضح، بس ده الطبق كبير جدا، طلع لي كمية حلوة جدا من الكريم شانتيه. وصاحبة الاوردر كانت طالباه مني يكون جاتو شعبي شعبي، يعني كفلوس طبعا، يعني في المتوسط. يعني طبعا بيختلف القطعة سعرها حسب الشغل اللي فيها، يعني كحشو كتجليس كتزيين ككل حاجة. هتشوفوا ده طبعا في القطعة لما هتطلع قدامكم. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. الكريمة اللي جلست لي قالبين من الجاتو، تمام. يعني واحدة من الاسبونج عملت لي الاتنين الاسبونجتين بربع كيلو من الكريم شانتيه. زي ما انتوا شايفين كده حطيت في النص كريم شانتيه بتاعي، وبعد كده حطيت الجزء اللي فوق. طبعا بعد ما شلت القشر بتاعه زي ما انتوا شفتوني وانا بشيل القشر، لازم تشيليه بهدوء خالص عشان تقشري يعني حاجة خفيفة من الكيك من فوق. وبعد كده ببتدي ان انا انزل الكريم شانتيه. طبعا تقدري ان انتي تعمليه بكيس الحلواني، بس بصراحة انا بحب اعمله بالطريقة دي. انتي بتعمليه بالطريقة اللي تحبيها واللي تفضليها. ببتدي كده ان انا احط الكريم شانتيه، وابدا بقى بالسباتولا بتاعتي ان انا اوزعها على الكيك بتاعي كله. ثانية واحدة كده، انا شايفاكي يا اللي ما حطيتيش اللايك، وشايفاكي يا اللي ما حطيتش الاشتراك. طب ينفع؟
طب ينفع نوصل لحد هنا وما نحطش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد؟ وطبعا نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عشان هو ده الحاجة اللي بتجعل بركة في كل حاجة بنعملها. انا هنا كده بقى بعد ما قلت لكم ان انتوا تحطوا اللايك والشير، اوعوا تنسوا. بدأت كده ان انا اعمل زيجزاج في الكريم شانتيه ده، طبعا الطبقة اللي على الوش من فوق عملتها بالمنظر ده كده. صراحة بحب المنظر ده كده كحاجة رقيقة. وهبتدي كده ان انا معايا ده اسمه جيلي على البارد. جيلي على البارد في حاجة على السخن بتتسيح، ده للترط عشان الفاكهة وكده، انما ده جيلي البارد ده بيتحط كده على الوش زي ما انتوا شايفينه بالمنظر ده، عشان يحافظ لي على ان الكريمة ما تشققش. ما تشققش يعني شفتوا انتوا ساعات الكريمة لما بتبات في التلاجة بتلاقوها كده عاملة تشققات كده، فده بيحافظ لي على ان الكريمة تبقى بالمنظر ده. وكمان بتدي طعم يعني مش ملهاش معنى، لا اللي فيها طعم شويه كده مسكر، بتخلي الجاتو معايا مظبوط جدا. ببدأ كده ان انا افرده بالشكل ده بطريقه خفيفه جدا، بحيث ان انا ما اخليش شكل الزجزاج اللي انا عملته ده يروح. طبعا انتوا شايفينه في الكاميرا ان مازال الزجزاج بتاعي موجود زي ما هو، لاني بتعامل معاه بخفه يد تماما. وكده خلصت معايا اول قالب، حطيته في الفريزر. لازم يتحط في الفريزر يا جماعه، ما تستغربوش عشان يتماسك وتقدري ان انتي تقطعيه. تمام. وعقبال ما سبته بقى يتجمد كده في الفريزر، بدأت ان انا اعمل القالب التاني بتاعي. والقالب ده حبيت ان انا اعمله نص ونص، نص مانجا ونص فراولة. وطبعا هنا كنت خلاص حطيته في الفريزر وجمد، فبدأت كده ان انا اطلعه عشان ان انا اقص الاطراف بتاعتنا. طبعا لازم يتحط في الفريزر عشان اعرف ان انا اتحكم فيه واقطعه بالشكل ده. وبيكون معانا كده جنبنا دور او شفشق كبير يكون طويل كده، عشان تمليه ميه سخنه مولعه بتغلي كده، عشان نغطس فيه الترانش او السكينه اللي بنقطع بيها، عشان خاطر نقطع بطريقه متساويه ويطلع معانا القالب كويس كده وما يكونش فيه حاجه مش مظبوطه. طبعا هنا يعني اعذروني، بعتذر جدا على ان التصوير مش هيبقى واضح زي الجزء الاول من الفيديو، لان للاسف اللي حصل معايا يعني ما كنتش متوقعه. الحمد لله يعني ان يونس ابني كسر لي الرينج لايت بتاعي، وده تقريبا تالت واحد ان انا اجيبه ويكسره. الحمد لله على كل حال، كلنا بنتعرض ان اطفالنا بيعملوا فينا كوارث، فسامحوني على التصوير. انا بس كنت حابه اقول لكم هنا اني كطول بعمل كل 10 سنتي، بقيس كل 10 سنتي وابتدي ان انا اقطع، وكعرض بعمل كل 4 سنتي وبقطع، بتطلع معايا القطعه متساويه وهتشوفوها هتبقى عامله ازاي. معلش بقى معرفتش ان انا اصور كويس، فالمهم ان انا كده جبت لكم بعد ما قطعت الاطراف. هنا انا بوريكم اهو بالمسطره بشرح لكم ان هنا بالشكل ده بالطول ده كده 10 سنتي وبالعرض 4 سنتي. تمام كده. هخلص القالب ده وهبدأ ان انا اقطعه بقى، وبعد كده اجيب يعني كل قالب يجمد بقطعه، وبعد كده بطلع بحط غيره في الفريزر لحد ما اقطع اللي انا كنت طلعته، لان طبعا ما كانش عندي ديب فريزر فلازم اعمل كده. بعد ما خلصت القالب وقطعته، هنا بقى هعمل صوص الشوكولاته اللي هجلس بيه سبونج الشوكولاته. كان معايا كوبايه كبيره من اللبن، وعليها ربع كوبايه من كريم الشانتيه البودره، ومعايا ربع كوبايه من الزيت او تلت كوبايه كمان. وبحط اول ما بيسخنوا بحط عليهم الشوكولاته وبسيحها، بس كنت حاطه شوكولاته قليله بحيث ان انا كنت عايزه لون الشوكولاته يبقى فاتح زي ما هتشوفوه. هنا انا كنت بوريكم السبونج قد ايه برضو الشوكولاته كان يعني فلافي جدا معايا. هنا كده ده كان شكل الجاتو بقى الشوكولاته، ما شاء الله كان حلو جدا. التشكيل ده بقى حسب رغبتك وحسب ما انت حابه وحسب ذوقك، ما تمشيش على حاجه معينه. بصوا زي ما انتم شايفين بقى حجم الجاتوهيه عندي عامله ازاي. وبكده اكون أو حاولت ان انا اقول لكم كل المعلومات اللي انا عملت بيها الجاتو بتاعي. طبعا مبروكين للعروسين، والف هنا على قلب اللي كلوا منه. ويا رب اكون افدتكم، وطبعا شرفتوني ونورتوني واسعدتوني. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو عايزين تسالوا على اي حاجه اسالوا في الكومنتات. واسيبكم في رعايه الله وحفظه. باي باي.